السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد حتاته، ده فيديو الثامن من سلسله تعلم بايثون من الصفر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الا وهو قواعد في تسميه اسم المتغير. اول حاجه لازم تعرفها ان في شويه قواعد اساسيه بايثون بتحطها علشان تختار اسم المتغير صح. اول حاجه، اسم المتغير ممكن يبدا بحرف او اندرسكور. تعال نشوف الكلام ده مع بعض. مثلا انا هعمل متغير وهسميه نيم، وهخزن فيه قيمه علي. حلو. هنا في سطر الكود ده، هنا انا عندي متغير اسمه نيم، بداته بحرف. جميل. لو انا جيت عملت برنت للنيم، النتيجه هتكون علي، اللي انا مخزنها في النيم. حلو. لو انا جيت بقى عملت اندرسكور نيم وخزنت فيه قيمه اسمها احمد، وجيت عملت برنت باندرسكور النيم دي، الناتج هيكون احمد. فتاني، اسم المتغير ممكن يبدا بحرف او اندرسكور، بس ما ينفعش يبدا برقم. تاني، ما ينفعش يبدا برقم. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اجي هنا واعمل رقم مثلا واكتب واحد. شوف هنا ظهر لي ايرور، اهو ظهر لي لون احمر، ظهر لي لون احمر بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هنا في غلط. انا هعتبر نفسي مش عارف ان ده ايرور وهعمل كده. ادي كده اقول شوف ظهر لي ايه؟ لون احمر تاني. فده اللون الاحمر بيدل على ان في ايرور هيظهر. فتعالى نشوف النتيجه. يقول لك ايه؟ سنتاكس ايرور، خطأ في تركيب الجملة. فالصح ان احنا نعمل ايه؟ نشيل الرقم خالص ده ونعمله نيه. طيب، هل معنى كلامي ده ان انا ما ينفعش استخدم اي ارقام في اسم المتغير؟ ينفع تستخدم ارقام في اي مكان في اسم المتغير ما عدا البداية. يعني ايه؟ يعني ممكن تحط رقم هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم هنا، بس ما ينفعش تحط رقم في البداية، هيظهر لك ايرور. تحطه في اي مكان ما عدا البداية. فلو كنا مثلا خدنا ده كوبي وعملناها بيست هنا، النتيجة هتكون ايه؟ النتيجة هتكون عالية. فمعنى كلامي ان انا اقدر استخدم ارقام في اسم المتغير في اي مكان ما عدا البداية. لما اجي اسمي المتغير بتاعي، ما ينفعش استخدم السبيشال كاركتر. يعني ايه سبيشال كاركتر؟ تعالى بس كده نظبط دي، نخليها نيم زي ما كانت. السبيشال كاركتر زي علامة التعجب مثلا، الهايفن، الات، وهكذا. الحاجات دي ممنوع تستخدمها لما تيجي تسمي المتغير بتاعك. يعني ما ينفعش تيجي تعمل ده مثلا، هيظهر لك ايرور. ما ينفعش تعمل الاد دي، ما ينفعش. لو جيت عملت خدت دي كوبي كده وحطيتها بيست هنا، هيظهر لك ايرور. بيقول لك ايه؟ سنتاكس ايرور كان نوت اساين تو اكسبريشن هير. ما ينفعش تسند قيمه للمتغير ده، النتيجه هتبقى ايرور زي ما احنا شايفين كده. خلاص يا شباب؟ طيب تعالى نرجع للنيم بتاعتنا. زي ما قلنا قبل كده، لغه بايثون كيس سنسيتيف. يعني ايه؟ حساسه لحاله الحروف. يعني الحرف الكابيتال غير الحرف السمول. تعالى كده نشيل الكلام ده ونوضح معنى الكلام ده بالتفصيل. انا هعمل متغير نيم وهخزن فيه قيمه احمد. حلو. وهعمل متغير تاني نيم وهخزن فيه قيمه علي. هنا النيم دي حروفها كلها سمول ومخزن فيه قيمه احمد، والنيم دي اول حرف فيها كابيتال ومخزن فيها قيمه علي. يعني معنى كلامي ان النيم دي غير النيم دي. طيب ايه دليلك على الكلام ده؟ تعالى نطبع الكلام ده ونشوف هيظهر ايه. هعمل برنت للنيم. حلو. واعمل هشيل دي كده واعمل ادي كده النيم، ونشوف هيظهر ايه. لو ظهر حاجه غير احمد وعلي، يبقى الكلام اللي انا بقوله ده كله غلط. تعال نشوف هيظهر ايه. احمد وعلي، فده دليل على ان الكلام بتاعي صح. نيم هنا غير نيم هنا. طيب تعال اديك شكل تالت للنيم. مثلا هعمل ادي كده نيم تالتة خالص، وهخزن فيه قيمه مثلا محمد، وهاخد دي كده كوبي وتعالى نطبع. اهي النتيجه هتكون ايه؟ محمد. فتاني يا شباب، لغة بايثون كيس سنسيتيف، يعني حساسة لحالة الحروف. يعني الحرف الكابيتال غير الحرف السمول. فلازم تراعي وانت بتسمي المتغير بتاعك. مثلا انت كتبت هنا النيم، الحروف بتاعتها كلها سمول، فلما تيجي تطبعها، لما تيجي تعمل برنت للنيم، يبقى الحروف بتاعتها كلها سمول. هنا النيم اول حرف فيها كابيتال، فلما تيجي تطبعها يبقى النيم اول حرف فيها كابيتال. هنا النيم الان والاي الحروف كابيتال والباقي سمول، فلازم هنا برضه تراعي ان الان والاي يكون كابيتال والحروف كلها سمول. هنا النيم حروفها كلها سمول، ما ينفعش اجي مثلا واحط الام كابيتال، ما ينفعش. ظهر لي ايرور. الكلمه اللي انا هكتبها وانا بسمي المتغير بتاعي هي نفس الكلمه اللي انا هكتبها عند الطباعه، سواء كانت كلها سمول كلها كابيتال، حرف كابيتال حرف سمول، مش هيفرق معايا. فتاني انا باكد على المعلومه دي لان الحته دي ناس كتير بتقع فيها، وده انا شفته بعيني كتير جدا. طيب، فالحاجه اللي انا عايز اقولها لك دلوقتي ان بايثون كيس سنسيتيف، حساسه لحاله الحروف. يعني الحرف الكابيتال غير الحرف السمول، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل. طيب
لما اجي اسمي المتغير بتاعي ما ينفعش استخدم كلمات محجوزه في لغه بايثون. يعني ايه ما ينفعش استخدم كلمات محجوزه؟ في كلمات هي اوريدي بيلت ان في اللغه. يعني ايه بيلت ان في اللغه؟ مثلا اف ده موجوده في اللغه، فور موجوده في اللغه، وايل موجوده في اللغه، اند دي موجوده في اللغه. طيب دلوقتي انا واحد لسه مبتدئ ما اعرفش ايه هي الكلمات المحجوزه، ممكن تقول لي ايه هي الكلمات المحجوزه علشان اتجنبها؟ تعال، هتكتب كود بسيط جدا، import ايه وورد، وتعمل برنت للكيورد دوت كي دبليو ليست، وتعمل برنت. دي كلها الكلمات المحجوزه، false none true and as assert وهكذا، break class continue del def else if else except finally for وهكذا. طيب تعال كده نشوف مثال ونشوف هيظهر ايه. انا هاخد else دي، هعمل متغير وهسميه else وهخزن فيه قيمه اي 20 مثلا، وهعمل برنت للإلس. تعال نشوف النتيجة هتكون إيه. بقول لك إيه؟ syntax error، invalid syntax يعني خطأ في تركيب الجملة. هنا بيقول لي إيه؟ هنا بيقول لي إلس دي كلمة محجوزة built in في اللغة ما ينفعش تستخدمها. كده نشوف الكلام ده ونعمل برنت تاني دي الكلمات المحجوزة في اللغة. لما تيجي تسمي المتغير بتاعك سمي أي اسم غير الأسماء دي، ابعد عن الأسماء دي وسمي أي اسم يعجبك غير الأسماء دي. خلاص؟ مثلا لو انت بتسمي المتغير بتاعك ما ينفعش تسميه فولس ولا نون ولا ترو ولا ريتيرن ولا تراي ولا وايل ولا جلوبال ولا فروم ولا اف ولا امبورت ولا ان ولا اس ولا الكلام ده كله، سمي اي حاجه غير الكلمات دي. خلاص يا شباب؟ طيب جميل الكلام لحد هنا. لو انا عندي مشروع والمشروع ده بيتطلب مثلا في اسم اول وفي اسم تاني وفي اسم تالت، وبالمناسبه الشيء بشيء يذكر، احنا قلنا قبل كده لما اجي اسمي المتغير بتاعي لازم يكون معبر عن القيمه اللي انا هخزنها جوه المتغير ده. زي ما قلت من شويه انا عندي مشروع في اسم اول واسم تاني واسم تالت. حلو جميل الكلام. فالاسم الاول ده لما اجي اسمي المتغير بتاعي فالاسم الاول ده وليكن اسم واحد، فالمتغير بتاعي او اسم المتغير بتاعي لازم يكون اسمه فيرست نيم الاسم الاول. فالفيرست نيم دي هتكون عباره عن كلمتين، مش كده؟ طيب تمام الكلام لحد هنا. فمثلا فدي فيرست نيم وهخزن فيه قيمه احد. حلو. الفيرست نيم دي هل هكتبها ازاي؟ كابيتال ولا سمول ولا هكتبها ازاي بالظبط؟ بيقول لك في حاجه اسمها نيم كونفنشن، انماط كتابه الاسماء، ودي بستخدمها لما يكون اسم المتغير بتاعي عباره عن اكتر من كلمه. طيب هنا مثلا فيرست نيم، مش كده؟ تعال بس نشيل الكلام ده. احنا قلنا ان في حاجه اسمها نيم كونفنشن، انماط كتابه الاسماء، ودي بستخدمها امتى؟ بستخدمها لما يكون اسم المتغير بتاعي عباره عن اكتر من كلمه. خلاص؟ اول حاجه فيها اسمها سنيك كيس. يعني ايه سنيك كيس؟ سنيك كيس دي بتكون عباره عن ايه؟ بالمناسبه يا شباب الكلام اللي انا هشرحه دلوقتي ممكن تطبقه على كلمتين ثلاثه اربعه خمسه زي ما انت حابب، بس انا هشرحها على كلمتين والكلام ده ينطبق على اكتر من كلمه، بس انا هفترض ان انا عندي كلمتين. اول حاجه عندي اسمها السنيك كيس. ايه هي السنيك كيس دي؟ السنيك كيس دي بتكون عباره عن اكتر من كلمه. هنفترض مثلا ان هي عباره عن كلمتين، الكلمه الاولى حروفها كلها سمول والكلمه الثانيه حروفها كلها سمول وبفصل بينهم باندرسكور. هنا في السنيك كيس هنا السنيك حروفها كلها سمول والكيس حروفها كلها سمول وفاصل بينهم باندرسكور. تعال نطبق الكلام ده على الفيرست نيم. انا هعمل متغير فيرست نيم. طيب الفيرست نيم دي عباره عن كلمتين، فيرست والنيم. لو هستخدمها بطريقه السنيك كيس فالفيرست هتكون حروفها كلها سمول والنيم حروفها كلها سمول وهفصل بينهم بايه؟ هفصل بينهم باندرسكور. تعال نطبق الكلام ده مع بعض. ادي كده الفيرست واندرسكور وادي كده النيم. حلو. وهخزن فيه قيمه احد. دي طريقه السنيك كيس. هنا اهو فيرست حروفها كلها سمول والنيم حروفها كلها سمول وفصلت بينهم بالاندر سكور. طيب لو انا جيت عملت برنت للفيرست نيم الناتج هيكون ايه؟ الناتج هيكون احد. ودي طريقه السنيك كيس. عكسها بقى ايه؟ الابر كيس. الابر كيس الابر كيس دي بتكون عباره عن ايه؟ الابر كيس بتكون عباره عن كلمتين، الكلمه الاولى حروفها كلها كابيتال والكلمه الثانيه حروفها كلها كابيتال وبفصل بينهم باندرسكور. عكس السنيك كيس، السنيك كيس كانت حروفها كلها سمول وبفصل بين الكلمتين باندرسكور. هنا في الابر كيس الحروف كلها كابيتال وبفصل بينهم باندرسكور. تعال نطبق الكلام ده على الفيرست نيم برضه. انا عندي كلمتين فيرست والنيم، لو هستخدمها بطريقه الابر كيس يبقى هكتب الحروف كلها كابيتال
وهفصل بين الكلمتين باندرسكور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفيرست حروفها كلها هتبقى كابيتال والنيم حروفها كلها هتبقى كابيتال، وهفصل بين الفيرست والنيم بالاندرسكور. تعال نشوف الكلام ده. ادي كده الفيرست كابيتال واندرسكور، وادي كده النيم، وهخزن فيها قيمه مثلا عن، وهعمل برنت للفيرست نيم ده. النتيجه هتكون ايه؟ النتيجه هتكون عن. ودي طريقه الابر كيس. طيب تعال نراجع الكلام ده. دي طريقه السليك كيس، حروفها كلها بتكون سمول وبفصل بين كل كلمه باندرسكور. ودي الابر كيس، حروفها كلها بتكون كابيتال وبفصل بين كل كلمه باندرسكور. طيب جايب لي الكلام لحد هنا. تالت حاجه اسمها الكامل كيس. ايه الكامل كيس دي؟ الكامل كيس دي بتكون عباره عن كلمتين، الكلمه الاولى حروفها كلها سمول واول حرف من الكلمه الثانيه بيكون كابيتال ومش بفصل بينهم باي حاجه. هنا مثلا الكامل حروفها كلها سمول، تمام، والكلمه الثانيه اللي هي الكيس اول حرف فيها اللي هو حرف السي حرف كابيتال، والكلمتين بيكونوا لازقين في بعض مش بفصل بينهم باي حاجه. طيب تعال نطبق الكلام ده على الفيرست نيم. انا عندي كلمتين الفيرست والنيم، لو هستخدمها بطريقه الكامل كيس الفيرست الحروف بتاعتها كلها تكون سمول، والنيم اول حرف فيها هيكون كابيتال ومش هفصل بين الفيرست والنيم باي حاجه. تعال نشوف الكلام ده. ادي كده الفيرست، والكلمه الثانيه اللي هي النيم هعمل حرف الان كابيتال ومش هفصل بينهم باي حاجه، وهخزن فيها قيمه مثلا وليكن سلاج. دي طريقه الكامل كيس. انا برنت للفيرست نيم. ادي كده الفيرست نيم، النتيجه هتكون ايه؟ النتيجه هتكون سلاج. فتاني طريقه الكامل كيس دي بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن اول كلمه بتكون حروفها كلها سمول واول حرف من الكلمه الثانيه بيكون كابيتال. تمام يا شباب. الطريقه الرابعه حاجه اسمها باسكال كيس. الباسكال كيس دي بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن كلمتين اول حرف من كل كلمه بيكون كابيتال. يعني مثلا هنا في الباسكال كيس ادي كده البي حرف كابيتال والكيس السي حرف كابيتال. تعال نطبق الكلام ده على الفيرست نيم. لو هستخدمها بطريقه الباسكال كيس انا عندي كلمتين فيرست والنيم، فالفيرست اول حرف فيها اللي هو الاف هيكون كابيتال، والنيم اول حرف فيها اللي هو الان هيكون كابيتال. فهتتكتب ازاي؟ هتتكتب كده. ادي كده الفيرست نيم وهخزن فيه قيمه مثلا وليكن اسامه، ولو جيت عملت برنت للفيرست نيم دي النتيجه هتكون اسامه. فدي طريقه الباسكال كيس. ايه الفرق بقى بين الكامل كيس والباسكال كيس؟ الكامل كيس اول كلمه حروفها كلها سمول واول حرف من تاني كلمه بيكون كابيتال. هنا النيم حرف الان بتاعها كابيتال، على عكس الباسكال كيس اول حرف في اول كلمه بيكون كابيتال واول حرف في اول كلمه بيكون كابيتال واول حرف في تاني كلمه بيكون كابيتال. دي كل الطرق المعتمده في بايثون. في طريقه خامسه اسمها الكباب كيس بس مش مدعومه في بايثون، بس هنشرحها من باب العلم بالشيء. حاجه اسمها الكباب كيس. الكباب كيس دي بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن كلمتين حروفها كلها سمول وبفصل بينهم بالهايفن. تعال نطبق الكلام ده على الفيرست نيم. ادي كده الفيرست وادي كده هايفن وادي كده نيم. هخزن مثلا فيها قيمه، ولو انا جيت اعمل برنت للفيرست نيم دي يظهر لي ايرور سنتاكس ايرور. ليه ظهر لي ايرور؟ لان طريقه الكباب كيس مش مدعومه في بايثون، بس انا قلتها من باب العلم بالشيء فقط. وبكده نكون عرفنا قواعد تسميه المتغير. وبس كده، يا رب يكون الفيديو فاتكم. كان معاكم احمد حتاته، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.